انا فعلا احب امزح واكنز كمان. يا كبير حماس. انا امبراطور اللعبه. بكرهه. ما يصحش يا فنانه. فانوس صبري. طيب خليك معايا. بما اننا داخلين على رمضان، عايز اقول لك ان كل اماكن التصوير دلوقتي متكربسه، مفيش ممثل في بيته، كله عايز يلحق يخلص قبل الدنيا ما تفرط منه. فوانا بكلمك دلوقتي واحد بينط من فوق كوبري، وانفجار في استوديو، وعياط عياط عياط. انا ايه اللي جابني هنا على فكرة دي انت ما تربيتش. المهم، عارف مين ده؟ اقسم بالله العظيم انا بريء. أنا عباس الرئيس، أنا اللي قتلت مراتي وعيالي. طب وايه سبب القتل؟ ايه سبب القتل؟ ال10 مليون دولار اللي علاء بيه اداهم مزورين ورفع السلاح عليا انا وابني وخدهم. لقد تجرد المتهم من كل القيم الإنسانية فقتل وظلم، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. عمرو سعد هنا بيجسد شخصية خالد الفرجاني، مدرس الفيوم اللي قتل مراته وعياله واتحكم عليه بالإعدام ومات في السجن. يفقد أعصابه، يخرج عن شعوره، يعني يخلص من كل عيلته، والد مراته وولاده كلهم. واتقال انه كان بيحبهم بجنون. حبيني قد إيه؟ حبك قد العالم ده كله. انا ببص لعينيك الحلوين دول بنسى الدنيا كلها. حبايب بابا. نبوية عبد التواب أو مناعة، إمبراطورة البطنية. زباين التراب والبطنيه مش كفايه. انت هتشتغل يا بنت. الايد البطاله نكسه. اشوهت سمعه. لسه قدامك مشوار طويل. الست موناليزا. احلى منك. بحبك. انا ربنا يقدرني واعرف اساعدك يا حسن. أنا على طول اللي جاب لك الدنيا كلها تحت رجليك. ايه الدلع؟ كل اللي فات حمادة، وكل اللي جاي حمادة تاني خالص. النجم احمد مجدي. ده هتبقى سواد على الكل. انت فعلا جمعت بين زوجين؟ انا جمعت بين زوجي. انت فعلا قاتلة؟ فوق يا ميادة انا عليك لاي. طب باختصار ده مسلسلات أحمد العوضي من 2020 ل 2030. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. لا اوعى تنام مني لسه. ربنا يديك على قدك. لا ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. هو اسم المسلسل مفاجأة. يا حبيبي جاب لي التايجر اللي بحبه. مخرجة المسلسل مفاجأة. مخرجة المسلسل؟ مفاجأة. لا جسمي اشعر.